عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده في جمله انا شخصيا بقولها: الذاكره وما ادراك ما الذاكره. طبعا الستايل اوف لايف بتاعنا وطريقه عيشتنا واكلنا والهواء والزحمه والصوت وكل الحاجات دي بتاثر جدا في العمليه الذاكره اللي هي تعتبر من اهم العمليات ومن اكبر العمليات اللي واخده مساحه في المخ. طيب انا هقول لكم جمله اتقالت لي عشان افهم الأس الفساد فين. مدرسة لطيفة جدا وهانم لطيفة جدا بتقول لي أنا ببقى قاعدة أعمل مثلا بالماركر الأخضر على جملة عشان بتوضب الشغل بتاعها، وبعدين التليفون يرن فرد عليه، فلاقي نفسي وأنا برد عمالة بشخبط بالأورنج أو بالبرتقاني وبوظت كل اللي أنا عملته وأنا مش دارية. ده يا جماعة أس فساد أساسي في الذاكرة، وهو التركيز. هو الذاكرة دي عملية تدخيل ولا عملية استرجاع؟ دي عملية استرجاع. انت بتسترجع اللي دخلته. طب هتسترجعه ازاي اذا ما كنتش دخلته اصلا؟ يبقى عشان احسن الذاكرة لازم احسن المدخل. طيب انا احسن المدخل ازاي؟ بثلاث حاجات. اولا تثبيت المعلومة. يعني انا دلوقتي بعمل بالماركر الاخضر، فاقول بعمل بالماركر الاخضر، حطيت الكوباية في المكان الفلاني، حطيت الكوباية في المكان الفلاني، قفلت العربية بالمفتاح، قفلت العربية بالمفتاح. أنا الجملة كده لما بقولها، طب ليه الناس زمان ما كانتش بتقول كده؟ عشان الأحداث كانت بسيطة، كانت الأحداث الذهنية بسيطة، الأحداث الجسدية كانت أكتر، لكن الأحداث الذهنية كانت قليلة. دلوقتي أنت كام جملة بتخش دماغك بكام حدث أو كام إيفنت منتال بيخش، كام حدث ذهني بيحصل في دماغك مجرد انك انت تنزل من بيتك تخش عربيتك مثلا. كذا حاجه كذا حاجه كذا حاجه، مدخول كتير جدا. فلازم تقول، يبقى اول حاجه لازم ادخل الحاجه بان انا اعيدها. عملت كذا، حطيت الاطباق في المطبقيه، رجعت المعلقه الخشب، حطيت القهوه على النار. انا اقول لنفسي كده، تمام؟ دي نمره واحد. طيب الحاجه التانيه بقى، ان انا ابقى وانا بعمل الحاجه في الحاضر ابقى مستثنيه الماضي ومستثنيه المستقبل. يعني انا دلوقتي بحضر الدرس، هطلع منه اسئله علشان الولاد، هطلع منه دايفراجم عشان اشرحه، مش عارفه هعمل الجدول الفلاني، يقوم تصص في دماغي فكره: اما الولد ده مشاغب في الفصل وهيسالني سؤال، ارمي الفكره. ده امبارح انا سبت الدرج مفتوح، ارمي الفكره. الافكار يا جماعه مش هتعمل احداث، مفيش افكار بتعمل احداث. لا الدرج هيتقفل ولا الولد مش هيسال ولا حاجه هتحصل. خليك في الحاضر. انا بطلع من الدرس 5 اسئله وتيبل او جدول علشان احطه في الامتحان ولا احطه واتيفر، بعمل ايه في الجدول، بعمل ايه في الدرس يعني. يبقى انا هنا عايشه في الحاضر. اي حاجه هتجيلي في الماضي او المستقبل كت. في الاول هتحس ان ده كتير، بس بالتمرين لا هتقل الافكار دي. الافكار يا جماعه زيها زي الفيروس، لما بتهاجمه الفيروس بيمشي. فايديس لايك فيروس، تعامل مع الافكار على انها فيروسات. الخبطه بفكره تانية او بالستوب بيعمل لها نوع من انواع التلجيم والتحجيم. تمام؟ دي الحاجه التانية. طب الحاجه التالتة بقى عشان احسن التركيز: افصل الجمجمه في ولا حاجه، نص ساعة في اليوم. في عندنا يا جماعة شبكات في الدماغ، ففي 3 شبكات بيشتغلوا مع بعض. حضرتك بتهنج شبكتين وقافل التالتة، فبيحصل قفلة في التركيز. الشبكة الأولانية شبكة الانتباه اللي احنا ما شاء الله مشغلينها عمال على بطال دي. شبكة حاجة اسمها السايلنس، اللي هي ليه سايلنس سموها؟ عشان هي بتاخد المناسب وترمي اللي مش مناسب. يعني أنا دلوقتي بعمل فيديو، اوكي، اي حاجه مش مناسبه لهذا الفيديو انا بشيلها برميها. يبقى لازم انا ابقى هنا، بس اي مؤثر خارجي ليه علاقه، ليه ملوش علاقه باللي انا بعمله ارميه. لكن انت بقى لما تدخل اللي ليه علاقه واللي ملوش علاقه وتعبي،
مع اتنشن عمال على بطال، انتباه 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 انتباه، وانتباه صغير قصير، تيك 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 تيك، انتباه شورت 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 شورت. فما يعملش حاجه اسمها فيجلانس اللي هو الايه، الانتباه المستمر او الانتباه اللي عامل كده اللي هو قاعد معاك شويه ده، لا انت عمالك انتباه عامل كده خلاص. فكله بيخش، يبقى الاتنشن شغاله على الاخر وشورت، والايه والسايلنس مقفله، كله بيتاخد. تيجي بقى الثالثه تهنج، اللي هي بيسموها ايه، ديفولت نتورك، اللي هو المعيوبه. يعني لما تقول انا مثلا الجاكيت فيه ديفو يعني بايظ، يعني في حاجه اتنشتت مثلا او اتقطعت، فيبقى فيه ديفو. فالمخ الديفولت نتورك دي واخده من هنا لهنا، يعني مخك كله حتت من الديفولت دي، كانك بتفصل الكوبس من الموبايل من الشحن. ده بيعمل ايه، بيخلي الموبايل يرتاح. لكن تخيل انت حاطه يوم كامل او حاطه سنه، او شوف انت عمرك بقى قد ايه، وحطه في الايه، في الكوبس، هيحصل ايه، يتحرق. فيبقى انا لازم اشغل الديفولت دي. ايه الديفولت دي، اللي هو ولا حاجه. طيب في ناس تقول لي انا ما بعرفش اشغل الديفولت ولا حاجه، ممكن نعمل عليها فيديو مره الموضوع ده. سبح بكلمه متكرره، يعني قول الله 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 الله، هتلاقي نفسك ايه، هتصور صوره تافهه ملهاش معنى، صوره بحر مثلا واسكت شايفاه قدامي بس وساكته، هتبص تلاقي كل ما تروح ترجع ليها. صوره سندريلا، صوره اي صوره ملهاش معالم كده، حاجه ملهاش معنى كده. فانت هنا طيب اي معنى استرجعته بشيله، زي ما كنت بقول لكم في الخطوه الثانيه، مره في مره في مره في مره هيشتغل. يبقى انا هنا مفتاح الذاكره التركيز، حسنوا التركيز علشان الذاكره تتحسن. يبقى احنا قلنا ايه، 3 حاجات علشان اقدر اعمل ده. التثبيت، عملت العمل هثبته او عملت الفعل هثبته. تاني حاجه اي ماضي ومستقبل يترمي. تالت حاجة إن أنا شغلت الولا حاجة لمدة نص ساعة على الأقل في اليوم. كده يبقى أنا حسنت المدخل، فلما أجي أسترجع أقدر أسترجع بشكل أحلى أو بأداء أفضل. يا رب نكون استفدنا، ويومكم حلو.